من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام هذه الليلة يعني صلى العشاء في جماعة وصلى التراويح، فإن من الله عليك وصليت التهجد ثم ختمت هذه الليلة بالفجر فقد أدركت ليلة القدر بفضل الله جل وعلا. إنها ليلة القدر والشرف، إنها ليلة الخير والبركة، إنها ليلة المغفرة، إنها ليلة الحكم والتقدير، إنها ليلة العفو من الملك القدير. روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالعفو هو الذي يتجاوز عن الذنوب ويستر العيوب ويعطي السائل قبل أن يسأل فوق ما يسأل. فارفع إلى العفو أكف الضراعة. لا تنسى كل ليلة الدعاء بهذا الدعاء الكريم الجميل الجامع لخيري الدنيا والآخرة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.